اهلا بيكم في ابلكيشن لعبة اجباري. طبعا انتم مستغربين اللي جاب الابلكيشن عندكم وايه اللي خلى الابلكيشن يفتح تلقائي. احنا اخترناكم انتم تحديدا تدخلوا اللعبة دي لان احنا عارفين قصة كل واحد فيكم. ايوه انت اللي بتسمعني، انا عارف كل حاجة عنك، لكن الطم هويتك في الحفظ والصوم، محدش يعرف حاجة عنك الا انا وانت وبس. لكن باقي اللي معانا في اللعبة مش هيعرفوا اي حاجة عنك. احنا هنا كلنا اتجمعنا في اللعبة دي عشان خاطر مهما كانت اختلاف ظروفنا فكلنا عندنا نفس المشكلة. وايه هي المشكلة اللي عندنا؟ ان احنا اتولدنا او دخلنا الدنيا لقينا نفسنا عايشين لوحدنا، مفيش حد معانا، احنا لوحدنا في الدنيا. محدش هيفهم الشعور ده، بس هو شعور صعب جدا. وجود الاهل مهم في حاجات كتير. انت اتولدت في دنيا انت دخلتها كبيرة فيها ناس كتير وحاجات كتير انت مش فاهمها، انت بتحاول تفهمها بس كل ده صعب عليك. احنا كايوتما بنتكلم كتير بس احنا لازم نواجه كده، ما ينفعش. ليه ما نبقاش احنا المجتمع نفسه؟ ليه ما نبقاش احنا عيلة؟ ليه ما نبقاش احنا المسيطرين؟ ليه ما نخليش حد يضايقنا ولا حد يفكر ان هو يضايقنا اصلا؟ تفتكر حوار الابليكيشن ده هينفع؟ مفيش حاجة اسمها افتكر ولا ما افتكرش. الابليكيشن ده لازم ينجح، لازم يوصل لكل يتيم. احنا مش هنسيب حد يوصل لنفس المرحلة اللي احنا وصلنا لها. يلا حبيبي عشان تروح المدرسة. ليه ما قلتلناش بقى؟ ممكن تسيبني في حالي النهارده؟ والله هو انت لازم خلاص كل يوم تتنمر عليا؟ لا، بس النهارده عرفت حاجه مميزه قوي. بقولك ايه، ليه ما قلتلناش ان انت يتيم؟ انت بتقول ايه؟ ليه ما قلتلناش ان انت يتيم؟ تربيه ملاجئ يعني. لا بلاش تهزر في الحته دي. اوه شباب، شكلي جيت على الجرح. كان في لوب صغيرة حلمة بس تعيش، حلمة بس. عايزة اطلب منك طلب. اتفضلي اطلبي. بصي، انا عارفة ان انتي صاحبتي حبيبتي،
اطلب منك طلب صغير جدا. خير، عايزة ايه؟ بصي، يا رب ما يبقى اللي في دماغي. الصراحة كده هو اللي في دماغي. نعم. بصي انا بس هنزل، هو عايزني، ما عايز يكلمني وطلب انه يروح يشوفني، وانا لازم انزل. والشغل المدير مش هيعرف الا لو انتي قلتي له، وانتي مش تقولي له، صح؟ نص ساعة وتبقي قدامي. حاضر، شكرا. النهاردة كلهم دمروا عليا في المدرسة، معرفش ليه بس هم اتنمروا عليا عشان عارف ان انا يتيم. هو ليه الشخص المختلف بيبقى التريقة؟ ليه ما يبقاش عادي؟ ما كنتش متوقع ان انا هتكلم عن ابلكيشن عادي، بس انا مش عارف اتكلم. نفسي احس ان انا ليا مكان، نفسي الاقي نفسي في حالي، نفسي اتكلم، اعبر اكتر عن نفسي. انا مش فاهم اللي بيحصل لي كده. حتى بابا وماما او اللي متبنيني انا مش عارف احكي لهم، عشان انا حاسس ان انا حمل تقيل. انا مش عارف، حاسس ان انا حمل تقيل، فمش هقدر احكي لهم. ما عنديش، مش عارف احكي لهم. حاسس ان انا لوحدي على طول. عملت ايه في حوار الابلكيشن؟ والله محدش بعت، بس واحد اتصل اللي بعت يزن. هو مراهق بس حلو، يعني حلو اي حاجة. احلى حاجة عملناها دي هي الابلكيشن ده. ايوه فعلا. تفتكر ان في حد فعلا بيحس بنفس اللي احنا بنحسه؟ يعني الابلكيشن ده هيخلي كل واحد فينا يتيم، مش هيحس انه لوحده، صح؟ بس لا، اكيد ان هو مش هيعالج مشاكلنا. معرفش، هنحاول نعمل اللي احنا نقدر نعمله. خلاص. تفتكر هنفضل لحد امتى شغالين الشغلانة دي؟ يعني كل مرة بننصب ممكن نتمسك. مش هنتمسك اصلا، انت نسيتي؟ احنا عند الدولة اصلا مش موجودين، يعني ولا لينا ولا شهادة ميلاد ولا اي حاجة تثبت ان احنا دنيا اصلا. عارف، انا بخاف اموت وانا لوحدي. ما تفكريش بكده، انا على طول جنبك. ده مش هيحصل يا لارا. انا جنبك على طول، واحنا مش هنسيب بعض. كل ما نزعل نعمل ايه؟ اكيد مش هننصب. ايه اكتر حاجة مجنونة ممكن نعملها دلوقتي؟